السلام عليكم الفاميلا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله ينجينا ونجيكم من شر الخلق. القضيه ديال اليوم قضيه جديده. هاد القضيه اللي دارت ضجه في الراي العام المغربي، تاثروا بها المغاربه كبير وصغير. القضيه ديال انور العثماني اللي توفى بطريقه بشعه واللي مازال التراب ما نشفش على قبره. هاد الشاب الجميل اللي تذبح من الوريد حتى الوريد على يد الصديقه ديالو اللي ما زالت قاصر في العمر ديال 17 سنه. هاد الشابه هات له حياته بطريقه بشعه واللي غصبت الام ديالو فيه وخلاتها كتبكي عليه دم بدل الدموع. الشاب انور اللي تقتل بمدينه طنجة بالضبط في الشقه اللي كان كيسكن بها واللي راجعه للعائله ديالو بمنطقه مسنانه بطنجة، وكان ملتحق بكلية العلوم كيكمل الدراسة ديالو في الجامعة. فهاد الشاب اللي كما شفناه على مواقع التواصل كله حيوية ونشاط وطاقة وتفاؤل، غادي يتوفى بطريقة بشعة واللي ما كان حتى شي واحد كينتظرها ليه. هاد الشاب اللي الكل بكى عليه والكل ندد بهذا الفعل الإجرامي اللي قاموا به. فأنا كنقول قاموا به علاش؟ لأنه فتاة ديال 17 سنة ما غاديش تقدر تنفذ هاد الجريمة بوحدها. فهذا رأيي الشخصي. مستجدات القضية أصدقائي، وهي من بعد الاعتراف ديال الفتاة بشي أمور خطيرة، غادي يقرر قاضي التحقيق المكلف بالقضية يمدد فترة التحقيق مع هاد الفتاة وغادي يخليها محتجزة لمدة 24 ساعة. غادي يكثف معها التحقيق ويعمقوا البحث في هذا الملف هذا باش يلقاو راس الخيط، لأنه القضية ما يمكنش تكون الفتاة بوحدها اللي مورطة فيها. لربما الفتاة بهذا الاعتراف اللي غادي نذكرو دابا كتستر على شي حد اللي متواطئ معها او وحدين، او نقولوا على بزاف ديال الاشخاص ماشي شخص واحد. هاد الفتاة اللي غادي نناقشوا الاعترافات ديالها اصدقائي مع بعضياتنا، وكنتمنى تجاوبوني في التعاليق بالرأي ديالكم. هاد الفتاة سيادي قالت باللي تعرفت على انور رحمه الله عن طريق مواقع التواصل، واصر عليها بزاف باش ترافقوا الشقه ديالو وكذلك تكون صديقه ديالو. فمن بعد الاصرار ديالو على حسب القول ديالها لبت ليه الطلب ديالو ومشات عنده الشقه. وهنا قالت باللي انور رحمه الله حاول يتعدى عليها، بمعنى اصح يغتصبها او يمارس عليها الجنس بالقوه. هاد الاعترافات هذه اللي انا ما تيقتهاش، فيها الكذوب وفيها شيء من الغموض. نناقشوا اصدقائي هاد القضيه ديال الاغتصاب. فالبنت وكيف ما شفنا على مواقع التواصل هي مصوره معاه فيديوهات. ما عجبنيش الطريقه كيفاش كتلح عليه وكيفاش كتقرب منه وكأن البنت هي اللي كتفرض راسها على انور. فالفيديوهات موجودين في التيك توك في اليوتيوب وكذلك الانستغرام، ممكن الكل يشوفهم. وحتى الطريقه ديال اللبس ديال البنت والطريقه ديال التعامل ديالها معاه فكانت طريقه منحله. انا ما كنضربش في الاعراض او ما كنضربش في العرض ديال هاد البنت، ولكن الجريمه خاصها تحل وخاصنا نحلوا كل الامور بدقه. لانه انا كنقول وبزاف الناس متفقين معايا على ان البنت معاها شي واحد متورط، وخصوصا ان الطريقه كيفاش قتلاته طريقه ديال ضرب بالسكين او الذبح. نقولوا حنا ضربته الضربه الاولى في عنقه، فكان غادي يشد عنقه وغادي يجري للباب او لا غادي يضربها بشي حاجه ويدافع على راسه. ولكن انور تلقى مذبوح ومضروب بزاف ديال الطعنات على مستوى العنق وغارق في دمه. تاني حاجه، انور كان لابس التيشيرت ديالو والشورت ديالو وهو ملقى على الارض غارق في دماياته. ف هذا الشيء
كيبين على ان ما كاينش حاله اغتصاب. فالبنت كانت معاه بالاراده ديالو، حتى لو داروا تحاليل ديال لادي ان وبزاف ديال الامور ما يثبت كاين حاله ديال الاغتصاب، فما كايناش حاله ديال الاغتصاب نهائيا، لان البنت وبشهاده الشهود وبشهاده الاصدقاء ديالو فكانت كتمشي عنده كل خميس، كتبات معاه في الشقه. تاني حاجه كانت كتمشي هي والاصدقاء ديالو يسهروا معاه الى وقت متاخر. فكيفاش وحده هي كتمشي عند الولد وما بغاتوش يتقرب منها او لا يدير معها علاقه؟ تاني حاجه لو حاول يغتصبها ونمشيو معها في الطريق اللي هي فيه، على الاقل غادي تغوت يسمعوها الجيران، غادي تضربوا مثلا بطبسيل بقميله بشي فاز حداها، غادي تجري تحل الباب. فاصدقائي ما غاديش تضربوا بسكين حاد وغادي تضربوا بزاف ديال الطعنات، على الاقل كانت غادي تضربوا ضربه واحده وغادي تمشي للباب تطلب النجده من الناس. فالناس الجيران كيأكدوا على انهم ما سمعوش الصوت نهائيا او لا الصراخ، مع العلم انهم كانوا قبل كيسمعوا الحفلات اللي كان كيدير انور مع اصحابه في الدار والضجه اللي كيدير والموسيقى اللي كيطلق. والحارس ديال العماره كيأكد على ان البنت جات عند انور جوايه 3 ديال العشيه، يعني الحادثه وقعت ما بين 3 ديال العشيه و6 ديال العشيه، ماشي في الليل. فهاد البنت هادي كتحاول تستر على شي حد معاها وكتحاول تغطي بالقضيه ديال الاغتصاب على شي وحدين اخرين متواطئين معاها. فالبنت اللي كيقول قاصر ودارت هاد الجريمه بوحدها، فانا كنقول اذا كانت دارت هاد الجريمه بوحدها وهي قاصر وثبتت النيابه العامه هذا الشيء، معناته ان هاد البنت هذه ماشي قاصر، هاد البنت قارحه وعارفه شنو كدير ومشات يعني قاصده دير هاد الفعل الاجرامي هذا. لان كاين واحد شاهد عيان كيحلف وكيقسم بالله وكيقول باللي شاف هاد البنت هذه داخله بالسكين 14، بمعنى واحد النوع ديال السكين اللي كيكون حاد دخلاته معاها، ولكن هو في فترة الامتحانات وما قدرش يمشي يدلي بالاقوال ديالو، خاف لا يشدوه او لا يطولوا معاه التحقيق والامتحانات يضيعوا عليه. فكنتمنوا من هذا الشاب هذا يمشي يقول الاقوال ديالو ويدلي بالتصريحات ديالو، لان هذه شهاده حق وغادي تبقى محسوبه عليه الى يوم الدين. فاصدقائي هاد البنت هذه اكيد مخبيه شي حاجه، فالبنت ذبحاتو بدم بارد. وزياده على هذا من بعد ما ذبحاتو غادي تهزلو التليفون ديالو والبيسي ديالو، غادي تلعب ليه في لي كونط ديالو، غادي دير كونطاتو كاملين ديال السوشيال ميديا بريفي. ومن بعد منها فاش غادي تلقى ضجه ديال انور لقاوه مذبوح، وغادي تلقى واحد الصديق ديالو كتب واحد التعليق كيقول فيه الله يرحمك انور وما غاديش نساوك ودائما غادي تبقى خالد في الذهن ديالنا، غادي دير ليه قلب، بمعنى كتكذب الخبر ديال الوفاه ديال انور على انه هو بالكونت ديالو شخصيا كيدير قلب على هذاك التعليق، بمعنى كاين في الموت ديالو. وهاد الفتاه بهاد الطريقه كتحاول تخفي شي حاجه وكتحاول تستر على شي حد. هاد البنت يا اما متواطئه مع اشخاص باش يصفوها ليه، كانوا كيغيروا منه كيحسدوه، عنده معاهم شي حساب، مع العلم ان الناس اللي دايرين به كيقولوا انه شاب مسالم شاب طيب ما كيتعاطاش ما مبليش، فقط معاشره اصحاب السوء، مخالطه منواله كتجيب البلاء. كنتمناو الحقيقه تظهر عاجل غير آجل باش الوالدين ديالو تبرد الحرقه ديالهم شويه، ولو ان بكشف الحقيقه ما غاديش ينساو ولدهم. الله يصبرهم والله يقويهم باش يعيشوا مع هاد الالم. خوت تقدروا تتفقوا معايا في واحد القضيه، اذا كانت هاد البنت الشابه في عمر 17 سنه غادي تضرب هاد الشاب طعنات مميته على مستوى العنق او لا غادي تذبحو بوحدها بلا ما يكون معاها شي حد، فهذا كيعني على انها دارت هاد الجريمه مع سبق الاصرار والترصد.
واللي ربما تكون دخلت منوم تنعس هذا الشاب هذا. اول شيء عاد باش تذبحوا، لانه لو الا كان هو فايق وفي كل قواه، يعني ما مغيبش ما دايخش، فما يمكنش تغلبه، لانه شاب ما شاء الله عليه مفتول العضلات، مهتم باللياقه البدنيه ديالو، كان ما شاء الله جميل حتى في وجهه. واحيانا كيكون الجمال نقمه على مولاه اصدقائي. فمن خلال الفيديوهات كذلك كتبان على ان البنت قافزه، ماشي شي وحده اللي مطرنه واللي غير خبز ربي في الطبق، لا، كتبان بنت اللي هي حربيه، تقدر دير بزاف ديال الحوايج. واخر شي شفناه هو هاد الجريمه اللي دارت. فالرجال بشلاغم هما اصدقائي وما يقدروش على هاد الجريمه اللي دارت بنت 17 سنه. فهنا كاينه شي حاجه، القضيه فيها ان. فنصيحه للشباب، حاولوا ديروا فلتر للناس اللي كتعاشروهم، فلتريو، ديروا الغربال اصدقائي، لانه الصحبه ما بقاتش الا من رحم ربي. قلالوا الصحاب بزاف. الصحاب كيكون مصاحب معاك كيكون فيه الغدار، الحسد، الحقد. فالغيره والحسد والحقد يقدروا يوصلوا لهذه الجريمه، وكذلك الحب. فالبنت احيانا منين كتبغي شاب وكتشوفو جميل وكاع البنات كيتمناوه، اولا كاع البنات كيدوروا به، وكيبان ليها راسها هي ضعيفه حدا هذوك البنات وما غاديش تقدر تشدو، اولا لربما هو عنده ميول للبنت اخرى، فكتحقد، ولربما كتحقد بطريقه خايبه. فهذه هي النتيجه. المهم ان شاء الله تبان خيوط هذه القضيه وتكتشف كل شيء، وكل واحد ياخذ العقاب ديالو باش ما تكررش اصدقائي القضيه ديال التهامي بالناني، وديال بزاف ديال الشباب اللي ضاع حقهم بسبب بحال هاد الجرائم اللي كيكونوا بسبب اصدقاء السوء. كان هذا هو الفيديو، الله ينجينا ونجيكم من شر الخلق. نتلاقاو فيديو جديد، مع السلامه.